هنعمل 5 انواع من الايس كريم بدون حليب محلى مكثف وبدون مضرب كهرباء ولا ماكينة ايس كريم. هنعمل ال5 انواع في الخلاط. هنعرف مع بعض ازاي نعمل مضة الايس كريم. عملنا ايس كريم، كريم كراميل، شوكولاتة، فانيليا، مانجا وبطيخ. وصفات النهاردة ممكن نقول عليها اقتصادية وسهلة، ويمكن اي حد مبتدئ في المطبخ يقدر يعملها ويجربها، لان هي ان شاء الله ناجحه معاه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليوصلكم اشعار بوصفاتي الجديده. اهم حاجه تتاكدوا بس ان انتم مفعلين زر الجرس على الكل عشان يوصلكم بس اشعار كل ما انزل وصفه جديده. وما تنسوش اللايك والكومنت. يلا بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجة هنبتدي بيها وهي ايس كريم الفانيليا. وعشان نعمل ايس كريم فانيليا هنحتاج 2 كوب من الحليب السائل، هنزل بيهم في طاسة على البارد، وهنزل عليهم بربع كوب من الحليب البودرة، وده اختياري مش اساسي معانا. ومعانا نص كوباية من السكر، ممكن تزودي حسب الاحتياج يعني. وبعدين همكس بس كده، هدوب السكر واحاول ان انا ازود الحليب البودرة اللي انا حطيته، وهنزل ب3 معالق كبار من النشا وهدوبهم، وكل ده نشغل على البارد. وبعدين هحطهم على نار هادية على البوتاجاز، وهفضل اقلب وباستمرار، مش هشيل ايدي منه خالص حتى لما يستوي بالطريقة انتوا شايفينها دي او يتقل كده. هفضل اقلب فيه علشان النشا تستوي كويس. وخلاص بعد ما تستوي النشا معايا هنزله من على النار، وهحط يا اما فانيليا سايلة يا اما فانيليا بودرة، وهنميكس كده ونسيبهم لحد ما يهدوا. وبعدين نحطهم في علب بلاستيك وندخلهم الفريزر. هندخلهم الفريزر لمدة لا تقل عن 4 ساعات، لمدة لا تقل عن 4 ساعات. احنا كده لسه مخلصناش. تاني حاجة بقى وهي ايس الكريم كراميل، وده كان التوب بمعنى الكلمة. في طاسة هنزل بكوبايتين من الحليب، بربع كوباية من النشا او معلقتين من النشا، وربع كوباية من السكر، وباكت واحد بس كريم كراميل اي نوع انت عايزاه. وبعدين هنميكس كل دول على البارد لحد ما يدوبوا، وبعدين هنقلهم على نار هادية، وبرضو هقلب فيه باستمرار، مش هشيل ايدي منه لحد ما يربط. وهفضل برضو استمر في الضرب او التقليب لحد ما الكريم كراميل يستوي معايا. وبعدين هسيبه لحد ما يهدى كده بعد ما يستوي. وبعدين هجهز العلبة اللي هدخله في الفريزر، وهسيبه في الفريزر لمدة لا تقل عن 4 ساعات. كده انا حطيت ايس كريم الفانيليا وايس كريم الكريم كراميل. اول خطوة حطيتهم في الفريزر 4 ساعات. وبعدين هجيب طبق كبير عشان انا هعمل كمية من الايس كريم، هنزل فيها ب8 مكعبات من التلج، عليهم نص كوباية مية، وهقلب كويس جدا. لو عندك مضرب كهربائي هتكتفي طبعا بالخطوة دي، بس انا عملته في الخلاط. وبعدين هنزل الاول بربع كيلو من الكريم شانتيه، وبعدين هبدأ ان انا اضرب كويس. هضرب طبعا لو عندك مضرب كهربائي تمام، لو مفيش زي ما انا ما عملته كده بالظبط. هفضل ان انا اقلب، هتقلبي باستمرار لحد ما توصلي للقوام ده. وبعدين هترجعي تزودي ربع كيلو تاني من الكريم شانتيه، يبقى اجمالي الكمية عندي نص كيلو من الكريم شانتيه، لان انا عاملة 5 انواع من الايس كريم. طيب لو انا هعمل نوع واحد بس، يبقى هحتاج على كل نوع واحد بس من اللي انا عملته 150 جرام من الكريم شانتيه البودرة، وهقلب لحد ما اوصل للقوام ده. انا عارفة ان انا ما وصلتش لقوام الفوم، بس اهم حاجة اوصل للمطة دي، لان المطة دي هي اللي هتعمل معايا مطة الايس كريم. هو ما طلعش معايا فوم لان انا مش يعني تعبت جدا في الضرب وما عنديش مضرب كهرباء، اكتفيت بس لوصول القوام ده. بصي هتعرفي منين ان هو تمام مظبوط معاكي؟ لما تاخدي طبقه رقيقه كده على المعلقه، وتعملي خط زي ما انا ما بعمل كده، ما يضموش على بعض، وتمسكيه بصباعك كده يعمل خط متواصل كده. وادي الايس كريم الفانيليا بعد ما قعد 4 ساعات في الفريزر. انا قعدته ليله كامله، هو يستحسن ان هو ايه يبقى ليله كامله. بعدين هقطعه كده وهاخده بقى على خلاط ماما الجميل ده،
من غير بقى اي مضرب او اي حاجة. وبعدين هنزل عليه بكوبايتين من كريم شانتيه المخفوق او 150 جرام من كريم شانتيه البودرة. وبعدين هضربه بقى في الخلاط، ومن وقت للتاني كده هحط المعلقة فيه واديله تقليبة كده عشان مهما كان ده خلاط برضو هساعده بس لحد. شايفين بقى القوام؟ شايفين قوامه تقيل ازاي وماسك ازاي في بعضه؟ طبعا مش بحط ولا نقطة مية معايا في الخلاط. وبعدين هحطه في العلب اللي انا هدخله فيها الفريزر. انا زينت هنا بشوكوبونو، حسيته لايق كويس مع الفانيليا وفعلا طلع ميكس جامد بصراحة. انا ضغطت عليه بس، وبعدين قسمت الواحدة 2 وحطيته عليه وقلبته كويس عشان يتوزع فيه. ممكن تحطي قطع فاكهة، ممكن تحطي شوكولاتة شيبس، ممكن تحطي اي حاجة انت شايفة ان هي هتبقى لايقة قوي مع ايس كريم الفانيليا. هبدأ بقى اني ازينه. زينته هنا بفورماسيلا، وبعدين هدخله بقى الفريزر واغطيه كويس عشان بس ما يعملش ريحة او ما يطعمش باي ريحة تانية. وهحطه في الفريزر لمدة برضو ليلة كاملة او يوم كامل. وهجبت بقى الكاستر، عملت فيه نفس الحوار، قطعته شرايح كده وبعدين حطيته في الخلاط وحطيت عليه 2 كوب كريم شانتيه من اللي احنا ضاربينه وضربتهم في الخلاط لمدة دقيقتين. وبعدين هحطهم في العلب اللي انا هحطها في الفريزر. شايفين القوام؟ انا عايزاكم بس تتأملوا القوام بتاعه ازاي هو طالع معانا بالقوام ده واحنا عاملينه بالكريم شانتيه اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هبدأ بقى ان انا هنا حطيت عنب. قسمت الحباية 2 يعني، وحبيت ان انا ازينها بيه، وفعليا كان ميكس حلو برضه. انا الكريم كراميل والمانجا دول والشوكولاته كان التوب عندي في ال5 انواع اللي انا عملتهم. وبعدين هدخلهم الفريزر لمدة 12 ساعة. وبعدين هاجي بقى اعمل ايس كريم شوكولاته. هجيب طبق يكون معدن وهحط فيه مية مغلية وهحط فوقه طبق يكون معدن، بس الطبق اللي تحت يكون اكبر من اللي فوق علشان المية توصل. وبعدين هحط الشوكولاتة الدارك او شوكولاتة حليب اللي انتي بتفضليه او الموجود عندك. وبعدين هبدأ ان انا اسيحها كده كده، انا بعمل حمام بخار للشوكولاتة وايدي فيها اساعدها بس كده ان هي تسيح او تدوب معايا. ممكن طبعا تحطيهم في الميكرويف لو متوفر، مش متوفر عادي انا عملتها على حمام بخار. وبعدين هجيب بقى ايه، ربع كوبايه من الحليب الساقع. انا عايزه بس ابردها عشان كنت عايزه اشتغل بسرعه. بقيت احط معلقتين في معلقتين، معلقتين في معلقتين لحد ما احس ان هي بقت سايحه معايا قوي. انا مش عايزه احط زيت عشان انا مش محتاجه اللمعه في حاجه. واحط المعلقتين كده واقلب، احط المعلقتين واقلب لحد ما تبقى سايحه معايا قوي زي الجناش بتاع الشوكولاته كده. هحط معلقتين من الكاكاو، اختياري مش اساسي، انا بس بحط عشان ازود. انا عايزه بس اعزز الطعم، يعني النكهه تكون قويه. شايفين بقى اللون؟ شايفين السمك بعد ما حطيت الكاكاو؟ كده تمام. صوص الشوكولاته بقى جاهز معايا. اول حاجه لازم اتاكد منها ان الشوكولاته تكون بارده، وبعدين هنزل عليها بكوبايتين من الكريم شانتيه المخفوق. وهميكس بقى كده كويس لحد ما اللون الابيض ده كله يبقى لون الشوكولاته وكلهم يبقوا واحد. واول ما نوصل للقوام المطلوب هنبدأ بقى ان احنا نحطه في علبة تلاجة عشان ادخله الفريزر. وهنا بقى حبيت احط قطع من الموز، وفعلا كان اختيار موفق. كان طعم الموز مع الشوكولات حلو جدا 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 جدا. لو عندك شوكولات شيبس ابيض ممكن تحطيها، او قطع من الشوكولاته البيضاء ممكن تحطيها، يبقى ميكس حلو برضه. هو تذوقي بس كده. وهحط بقى حتة المكعبات الموز الصغيرة اللي انا حطيتها دي، وهديهم بقى تقليبة. وهزين بقى الوش بفورماسيل، او ممكن تزيني باي حاجة برضو متوفرة عندك موجود عندك. وهغطي عليها وهدخلها الفريزر لمدة 12 ساعة. هعمل بقى ايس كريم البطيخ المنعش. هجيب بطيخ بس اشيل البذر منه بس عشان ما يضايقنيش في الاكل وما يبقاش عامل حتت سمرة تضايقني كده. وبعدين هنزل بقطع البطيخ دي في الخلاط، وعليها كوبايتين برضو من كريم شانتيه. اظن ان تقريبا انتوا حفظتوا الموضوع. ممكن بقى تحطي اي نوع فاكهة تاني، هو بس الطريقة وصلتلك والفكرة وصلتلك. وهقلب برضو. شايفين؟ مش هحط مية خالص. هنا حطيت عنب وزينت بشيكوبونو. طبعا زي ما قلتلك التزيين والحاجة اللي انت تحطيها معاه اختيارك. وهغطي
وهوديه الفريزر. هعمل ايس كريم المانجا اللي هو فعليا كان التوب، وهعمل ايس كريم مانجا من غير مانجا. هجيب كوبايتين من كريم شانتيه مخفوق، وهجهز معايا بولة صغيرة على جنب هنزل فيها بجيلي المانجا. ودي طريقة معظم المصانع، هما بيحطوا لون مش بيحطوا مانجا، يعني مش بيحطوا جيلي، هو لونه جيلاتين. وهقلبها كويس كده في ربع كوباية مية، وبعدين لما تدوب كده وهحاول ادوب حبيبات الجيلي كويس قوي. هبدأ ان انا انزل بيها على الكريم شانتيه، وهبدأ ان انا اقلبهم يعني وادمجهم مع بعض. لو عايزه تستكفي باللون استكفي، لو عندك لون طعام حطي، ما عندكيش ما تحطيش. ده لون طعام اللي هو الاورنج، ده برضو بالطريقه دي برضو بيستخدمها زي ما قلت لكم معظم المصانع. هقلبهم. انا حسيت ان اللون ده تمام مش معايا قوي، فرجعت زودت تاني شويه. وبعدين لما اوصل للون اللي انا عايزاه، يعني اللون المطلوب، هحط برضو هزينه باي حاجه فوق. ده انا ما حطيتش معاه اي حاجه بصراحه، زينته بس. وهدخله الفريزر لمدة 12 ساعة، وهدخلهم كلهم كده لمدة 12 ساعة، واطلعهم واقدمهم وازينهم وبس. شايفين سهلين جدا بسيطين جدا. كده الفيديو خلص. اتمنى يا رب يعجبكم، ونتقابل ان شاء الله على خير في فيديو جديد. بس ما تنسوش تقولوا رايكم تحت في الكومنتات.